هو التاريخ بيعيد نفسه؟ لا طبعا. هتجيب ناس كانت بتحارب بالخيول والسيوف لناس بتحارب بالقنابل والطيارات؟ طب قول لي ازاي واحد زي تحتمس الثالث ده صاحب اكبر امبراطوريه في التاريخ اللي ما انهزمش ولا مره لحد النهارده خططه العسكريه بتدرس في الكليات الحربيه؟ الله، يبقى بيعيد نفسه. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ تعالى وانا اقول. التاريخ مش بيعيد نفسه حرفيا، لكن سنة الحياة واحدة وبتتكرر. عندك مثلا هتلر لما حاول يحتل روسيا ووقع في نفس الأخطاء اللي وقع فيها نابليون بونابرت. حاول يدخل روسيا في الشتاء. إذا كان الروسيين نفسهم مش عارفين يعيشوا في الشتاء، هتخش أنت تهاجمهم في الشتاء؟ يقوم التاريخ يعيد نفسه وهتلر ينهزم نفس هزيمة نابليون بونابرت ويخسروا هما الاتنين. فعلم التاريخ ده بيحلل الأحداث وبيحكي لنا الأخبار علشان ما نكررش الأخطاء. إيه السجع الجامد ده؟ تعال بص معايا على التاريخ الإنساني، هتلاقي دوافع الحروب هي من أيام سيدنا آدم. فكانوا يا إما طمعانين بفلوس البلد وخيراتها، أو علشان واحدة ست شرفا، أو جنون العظمة والسيطرة. عندك مثلا بريطانيا، المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، كان هدفها الأساسي في احتلال كل البلاد اللي احتلتها دي ثروات وخيرات البلاد دي. طب تعالى بقى شوف نابليون لما أعلن الحرب على بولندا علشان خاطر عيون جوزفين. حرب طروادة الأسطورية، ما هي كانت علشان مين؟ هيلينا الأسطورية، قصدي هيلينا الجميلة. دول يا سيدي أجانب ملناش دعوة بيهم. طب تعالى بقى بص على الأندلس، اللي أسسها صقر قريش وعملها إمبراطورية أسطورية. هم اللي بعده حاولوا يوسعوا ويمشوا على نفس النهج بتاع صقر قريش. أما الجيل الثالث والرابع فدول اللي حبوا يستمتعوا بثروات الأجداد، فالدنيا باظت منهم. ويبتدي الأعداء ياخدوا بالهم من الإمبراطورية اللي عايشين حكامها في الساحل دول، فيبدأوا في تخريب الدولة. يقوم الحكام يفوقوا من نومتهم ويتحالفوا مع بعضهم ضد الأعداء. قصة كده ما بتخلص. يبقى التاريخ بيعيد نفسه ولا لأ؟ طبعا بيعيد نفسه. أمال في آخر درس التاريخ كده بيقول لك الدروس المستفادة من الدرس. وحياة أغلى حاجة عندكم ما تلغوا التاريخ. لا ده مش إفيه، دي جملة عادية. ودي كانت حكايتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم واستنوني في حكايات حلوة كتير من معرض شحاتة. باي باي.